عارفين ميكي ماوس؟ طبعا مفيش طفل تقريبا من أجيال كتير فاتت إلا وهو عارف الشخصية دي. وطبعا بقى عارفين والت ديزني. بس عمركم سألتوا نفسكم هو بدأ إزاي؟ وإزاي قدر يبني شركة كبيرة زي شركة ديزني؟ الحكاية بدأت بحلم بسيط، طفل بيحب يرسم وبيحلم يحول خياله الحقيقة. تعالوا بينا أحكي لكم الحكاية من البداية. سنة 1901 اتولد طفل في مدينة شيكاغو الأمريكية، وكان اسمه والت ديزني. ومن هو صغير كان بيحب الرسم جدا، لكن عيلته ما كانتش شايفة إن الرسم هو المستقبل، ومع ذلك فضل مصمم يعمل الحاجة اللي بيحبها. بدأ يحول حبه للرسم لشغل حقيقي. ابتدى يرسم إعلانات، وبعدها دخل عالم الرسوم المتحركة. وفي أوائل العشرينيات قرر يبدأ مشروعه الخاص، وفعلا أسس شركة صغيرة لإنتاج الرسوم المتحركة. المشروع ما استمرش كتير، المشاكل المالية زادت، وفي النهاية الشركة أفلست. كانت ضربة كبيرة، لكن والت ما استسلمش. قرر يسيب مدينة كنساس خالص ويروح على هوليوود. وفي سنة 1923 أسس هو وأخوه استوديو جديد للرسوم المتحركة، ومن هنا بدأت شركة ديزني. في الأول كانوا بينتجوا أفلام قصيرة للرسوم المتحركة، لكن بعد فترة والت اشتغل على شخصية كرتونية اسمها أوزولد، الأرنب المحظوظ. الشخصية حققت نجاح كبير، بس كان في مشكلة. والت اكتشف إن حقوق الشخصية كانت مع شركة التوزيع مش معاه هو. حصل خلافات كتير، لكن في الآخر خسر والت الشخصية. يعني الشخصية اللي اشتغل عليها ونجح بيها ما بقتش بتاعته. أي حد مكانه كان ممكن يقف وما يكملش، لكن والت قرر يبدأ من جديد ويعمل شخصية تكون ملكه هو. ومن هنا بدأت فكرة ميكي ماوس. وفي سنة 1928 كان أول ظهور لميكي في فيلم اسمه The Steamboat Willie. الفيلم نجح جدا، وشخصية ميكي بدأت تنتشر بسرعة، وبقى هو الشخصية اللي الناس بتربط بيها وبين اسم ديزني. والت ما اكتفاش بميكي، كان شايف إن الرسوم المتحركة ممكن تبقى حاجة أكبر بكتير من مجرد فيلم قصير. وعشان كده في سنة 1937 قرر ياخد خطوة كانت وقتها مخاطرة كبيرة جدا، إنه يعمل فيلم رسوم متحركة لكن طويل وكامل. الفيلم كان اسمه سنو وايت والأقزام السبعة. ناس كتير كانوا شايفين إن الفكرة مجنونة، وإن أكيد مفيش حد هيقعد يتفرج على فيلم كامل للرسوم المتحركة، لكن والت كان مصمم يكمل. فعلا الفيلم نجح، وبقى نقطة مهمة جدا في تاريخ الرسوم المتحركة. بعدها جت أفلام تانية زي فيلم بينوكيو وفانتازيا وبامبي. طموح والت موقفش هنا، كان لسه عنده أحلام كتير أكبر. كان بيحلم يعمل مكان الناس مش بس تتفرج فيه على الشخصيات اللي بتحبها، لكن تدخل جوه عالمها وتعيش وسط القصص اللي شافوها على الشاشة. ومن هنا بدأت فكرة ديزني لاند. وفي سنة 1955 افتتح ديزني لاند في مدينة كاليفورنيا. ولأن الفكرة كانت مختلفة عن أي مدينة ملاهي موجودة وقتها، نجحت طبعا بشكل كبير. والت كان لسه بيحلم بحاجة أكبر، كان نفسه يعمل مشروع ضخم في فلوريدا، مش مجرد مدينة ملاهي، مدينة كاملة للمستقبل. كان والت بيتخيلها مدينة بيعيش فيها الناس، يجربوا فيها أفكار وتكنولوجيا جديدة للمستقبل. المشروع كان اسمه إيبكوت. المشروع مكملش. سنة 1966 توفى والت ديزني قبل ما يحقق حلمه في فلوريدا، لكن أخوه روي قرر يكمل المشروع. في سنة 1971
افتتح وولت ديزني وورلد في فلوريدا. أما بالنسبة لمشروع إيبكوت فاتغيرت فكرته بعد وفاة وولت وتحول لمنتزه ترفيهي، وافتتح سنة 1982. وولت ملحقش يحقق كل أحلامه، لكن أفكاره فضلت عايشة، والشركة كملت تبني عليها لحد النهاردة. ومن طفل صغير كان كل اللي بيحبه إنه يرسم لواحدة من أكبر وأشهر الشركات في العالم. وكده وصلنا معاكم لنهاية الحكاية، لكن عرفنا البداية.